عمرك فكرت يعني ايه يبقى ليك ابن؟ مش مجرد طفل صغير بيجري حواليك، لا، انا بتكلم على فكرة ان يبقى ليك حد من لحمك ودمك، شايل اسمك، بيشبهك في حاجات كتير وبيكبر قدامك يوم بعد يوم. الناس كلها بتحب تسيب بصمة، ومفيش بصمة اجمل ممكن تسيبها في حياتك غير انك تربي طفلك، تربيه على اللي اتعلمته وتشوف فيه حاجات كنت بتتمنى تحققها وتحس انك مكمل من خلاله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدع احدكم طلب الولد، فإن الرجل إذا مات وليس له ولد انقطع اسمه. يعني وجود ابن ليك ده مش رفاهية، ده جزء من هويتك وامتداد ليك في الحياة. وكمان الحديث المشهور: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو عمل ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يعني ابنك مش بس هيبقى جنبك في الدنيا، ده كمان ممكن يكون سبب في رفع درجاتك في الجنة. وغير ده كله، الابن هو ضحكة ومواقف وفخر وحكايات. هو اللي هيجيلك يوم فرحان يقولك: بابا بص انا عملت ايه. هو اللي هتمسك ايده وتحس انك مش لوحدك، هو اللي هتفرح معاه وتعيط علشانه. وعلشان كده الجواز مش بس حب وسكن ومشاركة، واحدة من اجمل نعمه انك تبقى اب، ودي لوحدها ممكن تكون سبب كافي يخليك تتحرك وتفكر بجد. وفي الاخر كده عايزك تقولي: عمرك حسيت انك نفسك تبقى اب، ولا شايف ان دي مسؤولية عمرك ما فكرت فيها؟ شاركونا بافكاركم، يمكن الكلمة اللي تكتبوها تغير قرار حد.